مساء الخير عزيزي الفنان، أهلا بيك في فيديو جديد. معاك محمد صلاح. في نهاية الفيديو ده هيكون عندك القدرة على تكوين الأشكال اللي قدامك دي، تعرف كل التريكات اللي فيهم. خليكم معايا. أولا، لو عندنا الشكل ده إزاي نقدر نعمله؟ أولا زي ما قلنا نحلل الشكل. فالشكل ده بالنسبة لي هو حرف، تقدر تقول إن هو موجود هنا، موجود منه نسخة تانية الناحية دي وبيختفي. أقدر أعمل ده إزاي؟ أول حاجة هجيب الحرف بتاعي، حرف الاس ده كده، اخترت الخط، تقدر تختار الخط اللي انت عايزه، كليك يمين create outline عشان تحوله من كونه تكست عشان يكون شيب. بعد كده اخد منه نسخة كده بكليك وانا دايس الت، بعدين اقدر اجي هنا على الاداة دي واعمل كده الاداة دي، احركهم بحيث الاتنين يكونوا فوق بعض. امسك الشكل ده واجي هنا دبل كليك، الخيار التاني ده خليها وليكن 200، بعدين اجي هنا الأداة بتاعة السكيل أعمل كده، أقدر من هنا أخليه بالشكل ده. طيب أنا عشان أقدر أشوف التأثير ده أعمل إيه؟ أمسك الجزء اللي تحت ده وأخليه بلون الخلفية، الحالة دي هيبقى أبيض، هتشوف التأثير ده. خلونا ننتقل للفكرة التانية. في الحالة دي لو عندنا الشكل اللي قدامنا ده إزاي نعمله؟ يبان شكل سهل، لكن هو فيه تريكاية واحدة بس، هو إنك إزاي تقدر تخلي الخط من هنا يعدي من تحت بعدين يرجع يطلع من فوق، فليكن الخط الأبيض هنا من فوق بعدين يرجع يعدي من تحت وهكذا. أولا ده بالنسبة لنا شكل إليبس، هنيجي هنا ناخد الإليبس دي كده نديلها ستروك، نغير لون الستروك، ناخدها بالزاوية دي، بدوس ألت عشان التأثير يتنفذ معايا في الناحيتين، لو سبت الألت هيتنفذ معايا في ناحية واحدة. عموما احنا عندنا في أي برنامج بيبقى عندنا زي سمارت كي كده بتعمل حاجات كتير أو حاجة يعني أوامر كتير جدا. في الإليستريتور هو الألت كنترول شيفت، عادة أي تأثير بتعمله الأداة دي بيكون بأحد الأزرار دي. يعني محتاج أقلبه الناحية التانية، هاجي من هنا من السنتر وأنا دايس ألت أكليك وأعمل كوبي. هنا أنت بتقدر تحدد أنت عايزه بشكل هوريزونتال ولا فيرتيكال. أنا عايزه فيرتيكال، كوبي بالشكل ده. أغير واحد منهم، خليه بالأحمر ده وخلينا ممكن بالأزرق. هاجي بس هنا على الشكل ده كده أعمل سيلكت أوبجكت انتر توين ميك، وأبدأ أقرب من الجزء ده وأعمل كده بالشكل ده. من هنا ده هيعدي من تحت، فهنا أنا محتاج يعدي من فوق بالشكل ده، من هنا زي ما هو. طيب أنا لو عملت كده وحبيت أغيره أعمل إيه؟ هعمله مرة كمان بالظبط كده، آخد من الشكل ده كوبي، أصغر حجمه، ألفه بالشكل ده، هقلل الستروك بتاعه. هي دي التركية في الشكل ده. تعالوا ننتقل للشكل اللي بعده. في اللوجو ده التركية فيه مش كبيرة، لكن هي الفكرة كلها ازاي انك تتعامل مع تحليل بالشكل، وكمان الأداة بتاعة الميرور بالشكل ده أخليه فيل. أمسك بقى الجزء ده عندي، أعمل سيلكت على الشكل، الأداة بتاعة الميرور، أدوس ألت وأحدد البوينت اللي أنا هعمل منها ميرور اللي هي دي، كليك وأعمل كوبي فيرتيكال من نفس النقطة، أعمل كليك تاني، المرة دي موف هوريزونتال، موف مش كوبي. تمام بالظبط، وهنا يبقى عندي الشكل ده. ننتقل للتركية اللي بعدها. الشكل ده لو جيت تحلله تحس ان هو سهل جدا، مجرد مستطيل بيلف بيتكرر زي ما كنا عملنا في الحلقات اللي فاتت.
لكن الحاجة الوحيدة انك تحسه جاي مايل شوية الناحية دي. فده نعمله ازاي؟ هعمل الشكل ده الاول، روتيت من السنتر، الزاوية هنا دي 90 وفي بينهم شكل، يبقى الزاوية 45 درجة. كوبي، كنترول دي عشان اكرر الشكل ده. همسك الشكل ده كله واعمل له من هنا يونت، ريكتانجل شيب بتاعي، هاجي من السنتر وادوس الت وشيفت عشان ابدأه من السنتر ويبقى بشكل منتظم بالشكل ده. ازاي نقدر نعمل الشكل ده؟ عرفنا ده الحلقة اللي فاتت. افكت، ترانسفورم، الشكل ده تقريبا تقدر تشوفه غير لما تغير الفيل بتاعه بالظبط. جه معايا اكبر شوية لكن المهم الفكرة. هاخد منه كوبي هنا واعمله بالشكل ده، تكرار اللي هنا الصغير ده. ازاي بقى اقدر انقل كل دول الناحية دي كده؟ عندنا اداة جديدة اللي هي دي، اقدر اعمل كده سيلكت للحاجات دي، يبقى كل اللي بره انا مش عامله سيلكت دلوقتي. اتحرك بيه بالشكل ده كده، اخده في الزاوية اللي انا عاوزها كده بالشكل ده. بعدين اعمل دايرة، كليبنج ماسك بالشكل ده. لو انا حبيت ان الشكل ما يبقاش مايل زي ما هنا، لا الشكل هنا جاي مستقيم، انا هوصل عند المرحلة دي واكبر الشكل ده اكتر شوية واجي بالسيركل بتاعتي احاول اقربها بشكل اكبر الناحية دي عشان لما اعمل كليبنج ماسك تجيلي بالشكل ده. تمام، هي دي الفكرة من اللوجو ده. شوف اللي بعده. اللوجو ده هنعرف ان احنا لما نحلل اللوجو ده هنلاقيه، خلينا نقول سيمتري، اليمين زي الشمال. فبالتالي انا هاجي هنا هعمل المكان اللي انا هعمل عليه مركز السيمترية بتاعي، يعني هاجي بالأداة دي عرفناها من الفيديو اللي فات. هاخد نقطة هنا وكمان هنا ونقطة هنا كمان، وأخيرا نقطة هنا. أبدأ أحركه عشان أقدر أوصل لنفس الشكل. ألت وهدوس على النقطة دي. طبعا لو احنا عندنا السكتش اللي على الجنب ده بيكون أسهل بكتير لو عملنا السكتش عليه زي الفيديوهات اللي فاتت، لكن أنا كده وصلت للشكل اللي أنا عايزه. هاجي أخد شكل الدايرة وأعمل شكل الموجة اللي على الجنب ده، وأقدر أكرره بالشكل ده هنا. أخد دايرة أصغر شوية هنا، كنترول سي كنترول اف عشان أكررها. هاخد منها نسخة هنا بالظبط، أرسم الدايرة بتاعتي تقريبا بنفس الشكل ده. أعمل سيلكت لكله كده وأبدأ أشيل الزيادة اللي أنا مش محتاجها. أعمل تكرار للشكل ده أو ميرور الناحية التانية من هنا، شكل فيرتيكال كوبي. أمسك كل ده وأبدأ أحدد الشكل بتاعي كده. أقدر أختار الألوان من هنا، والجسم نفسه ممكن أديله اللون ده. للسما ممكن يبقى الأزرق ده.
للبحر، ممكن يبقى لون أغمق شوية بالشكل ده. تقدر تختار الألوان اللي أنت عاوزها، هي دي الفكرة في اللوجو ده.